شركة الكرة بالأهلي تنتهي من تجهيز عقد إعلاني كبير لمحمد الشناوي وآخر لرامي ربيعة تمهيدا لإنهاء ملف تجديد عقد الثنائي مع الفريق خلال الأيام القادمة. الكابتن محمود الخطيب يتمنى أن يتوقف إعلام وجمهور النادي الأهلي عن الحديث عن مستقبل كولر مع الفريق خلال الأسبوع الجاري لتوفير كامل التركيز للمدير الفني على المباراة المقبلة أمام سان داونز. نفاذ تذاكر مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز بعد دقائق من طرح أكثر من 60,000 تذكرة على موقع تذكرتي يضع مسؤولية كبيرة على لاعبي الأهلي المطالبين بألا يغزلوا هؤلاء الجماهير يوم الجمعة القادم. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد التعادل سلبيا مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكولر يستغل طول رحلة العودة في مشاهدة المباراة مجددا على اللابتوب الخاص به للوقوف على السلبيات قبل مواجهة الإياب لتجنب تكرارها، خصوصا أنها لن تقبل إحراز المنافس أي أهداف حتى لا يعقد الأمور على الأهلي. الخطيب يؤكد للاعبي الأهلي خلال رحلة العودة من جنوب أفريقيا على ضرورة نسيان مباراة الذهاب تماما والنتيجة التي انتهت بها، خصوصا أنه تنتظرهم الآن مهمة صعبة جدا في القاهرة وتحتاج من الجميع أن يكون في أقصى درجات التركيز لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم التي ستملأ المدرجات. موقع سوفا سكور العالمي والمتخصص في الإحصائيات يرد على هيثم فاروق محلل بي إن سبورت بقوة ويضع إمام عاشور على رأس التشكيل المثالي لمباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد حصوله على أعلى تقييم في الأربع فرق، ويستبعد مصطفى فتحي تماما من التشكيل المثالي بعد حصوله على واحد من أسوأ التقييمات في فريقه بالأمس، وذلك بعدما أكد فزلوك التحليل الزملكاوي في بي إن سبورتس أمس أن مصطفى فتحي هو أفضل لاعب في مباريات نصف النهائي وأفضل من إمام عاشور. معظم محللي القنوات في جنوب أفريقيا يحذرون صن داونز بشدة من قدرات إمام عاشور قبل مواجهة الإياب في القاهرة، ويؤكدون لكاردوزو على ضرورة إيقاف اللاعب حتى لا ينجح في التسجيل في مرمى ويليامز، خصوصا أنه كان الأخطر على مرمى الفريق في مواجهة الذهاب. الأهلي يستعيد خدمات وسام أبو علي في مواجهة الإياب أمام صن داونز بعد تخلص اللاعب الفلسطيني من الإصابة. كريم الدبيس يخضع لفحص طبي جديد غدا لتحديد إمكانية لحاقه من عدمه بمواجهة العودة أمام صن داونز. سيد عبد الحفيظ ينصح الأهلي بدخول معسكر مبكر لزيادة التركيز لدى الجميع قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز، ويؤكد أن نتيجة المباراة الأولى خادعة. انتقادات كبيرة من جماهير صن داونز على الصفحة الرسمية والموقع الرسمي للنادي للوكاس ريبيرو كوستا الجناح البرازيلي بسبب اللعب الفردي، والبعض يؤكد أنه يلعب من أجل الشهرة فقط ولا بد من جلوسه بديلا، والبعض الآخر يؤكد أنه لا يظهر سوى أمام الفرق الصغيرة فقط. موسى ليبوسا مدافع صن داونز يؤكد أن فريقه حاول أن يسجل وأن يخرج بنتيجة جيدة من مواجهة الأمس في بريتوريا لكن لم ينجح في ذلك، لكن الأهم هو أن الفريق لم يخسر شيء أيضا وحافظ على كامل حظوظه في التأهل للمباراة النهائية، وأنه ليس عليهم الأنس والعمل على تصحيح الأخطاء ومحاولة تسجيل هدف على الأقل في مباراة الإياب. ويؤكد أنه يعلم أن المباراة لن تكون سهلة ومشتعلة من الدقيقة الأولى، ولذلك هم مطالبين بأن يكونوا أقوياء ومتمسكين بشكل كبير وأن يغلقوا المساحات وأن يتعاملوا مع أي فرصة تتاح لهم بتركيز شديد لتسجيل هدف في القاهرة، وكذلك عدم وضع ضغوط على أنفسهم بعد التعادل ذهابا. نادي الزمالك يستعد لاتخاذ بعض الإجراءات ضد زيزو وشكوى اللاعب لاتحاد الكرة بعد رفضه التام الحضور للتدريبات، واللاعب يجهز دوافعه ورفض حسين لبيب التعهد بحمايته من الجماهير. سمير عثمان الحكم الدولي السابق وناصر عباسي يبرئون حكم مباراة بيراميدز وأورلاندو من تهمة ظلم بيراميدز في مواجهة الأمس، ويؤكدون أن الهدفين الذي سجلهم بيراميدز تسلل بالفعل والحكم لم يخطئ في قراره. بيراميدز ينفي تعرض فيستون مايلي ورمضان صبحي للطرد بعد مواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي بالأمس. أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق يؤكد أن مارسيل كولر أضاع فوز سهل على صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ولم يستغل الحالة السيئة التي ظهر بها الفريق المنافس على المستوى الدفاعي، ويؤكد أنه يتمنى مواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لأن مقابلة بيراميدز ستكون أصعب بكثير على الفريق الأحمر. ربيع ياسين نجم الأهلي السابق يشيد بمارسيل كولر ويؤكد أنه أدار مباراة صن داونز باقتدار ونجح في الإغلاق تماما على كل مفاتيح لعب الفريق الجنوب أفريقي بتغيير طريقة اللعب، ويؤكد أنه لا يعاب على المدرب السويسري سوى شيء واحد فقط وهو تأخير التغييرات، خاصة تغييرة أشرف بن شرقي التي كانت لابد أن تكون بشكل مبكر. وفيما يخص مواجهة الإياب فهو يتوقع أن يعود كولر للعب بطريقته المعتادة 4-2-3-1 من أجل تعزيز الجانب الهجومي، خصوصا مع حاجة الفريق للفوز من أجل التأهل للنهائي. جماهير الأهلي تتعجب بشدة من التصريحات المنتشرة لأحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق عن جراديشار، والذي يؤكد فيها أن اللاعب السلوفيني لا يمتلك شخصية الأهلي ولا يمكن مقارنته بفيستون مايلي مهاجم بيراميدز، وذلك رغم تقديم المهاجم السلوفيني مباراة أكثر من رائعة بالأمس بشهادة الجهاز الفني نفسه.
سيد عبد الحفيظ يؤكد أن بيراميدز يقدم موسم استثنائي وتلاشى أخطاء الماضي تماما وأصبح لا يتحدث كثيرا، وأنه يرى على المستوى الشخصي أن فرص صعوده للنهائي كبيرة في القاهرة، وأن السيناريو المرعب بالنسبة له أن يخسر الأهلي النهائي أمام بيراميدز. محمد النني لاعب المنتخب الوطني ينهي موسمه الأول مع الجزيرة الإماراتي بالتتويج بكأس الرابطة. صحف البرازيل تؤكد أن نيمار سيغيب شهر على الأقل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سانتوس البرازيلي وأتلتيكو مينيرو. برشلونة يفقد خدمات ليفاندوسكي 3 أسابيع بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة. أحد جماهير سان داونز بعد مواجهة الأمس: اللاعبين قدموا عرض مثير للشفقة، هذا الفريق ليس لديه روح ولا شدة، يريدون فقط أن يمرروا لبعضهم البعض داخل مناطقهم دون هجوم على الخصم. أشفق على المشجعين الذين يذهبون إلى الملعب لمشاهدة كرة قدم بلا معنى. كاردوزو مدرب سان داونز مبررا تعادله مع الأهلي بالأمس في جنوب أفريقيا بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها: ليس من السهل أن تفوز على هذا الفريق، نحن كنا نلعب أمام الأهلي الفريق الذي وصل إلى آخر 5 نهائيات لهذه البطولة وفاز ب4 ألقاب وليس فريق عادي، وتفوق على كايزر تشيفز بثلاثية في أحد النهائيات الأخيرة، وأنا أتذكر ذلك جيدا، وبالرغم من ذلك سان داونز تغلب عليهم من قبل عدة مرات وأعتقد يمكن فعل ذلك في القاهرة مجددا. لم أنسى أن الأهلي تعادل معنا في المباراة النهائية حينما كنت مدربا للترجي العام الماضي في تونس، ثم فاز علينا في الإياب بهدف جاء من السماء. كنا نسيطر على مجريات الأمور بالشوط الثاني وكان لنا فرص للتسجيل، وأأمل ألا يتكرر ذلك معنا هذا العام وأن يحسن اللاعبين التعامل مع الفرص، وأأمل أن نسجل لكي نضع عليهم الضغوط أمام جماهيرهم. علاء ميهوب نجم الأهلي السابق: الأهلي في أفريقيا فريق مختلف تماما، فلا تقلقوا عليه، فهو يعرف كيف يتعامل واسمه وخبرات لاعبيه تمنحه الأفضلية دائما. سان داونز اتبع سياسة واضحة في مواجهة الأمس وقرأ الأهلي جيدا، لكني لن أغير رأيي، نسخة سان داونز الحالية ليست هي النسخة القديمة، فلا داعي لقلق الناس. البعض كان متخوف لأن الأهلي سيواجههم على ملعبهم وربما تحدث نتيجة كبيرة مجددا، لكن كان من الواضح أن كولر درس المنافس بشكل جيد جدا واتخذ قرار إما بالخروج بتعادل سلبي أو الفوز من هجمة مرتدة، وحفظ اللاعبين تعليماته جيدا وركز على الدفاع بشكل كبير، وما أثار إعجاب التزام اللاعبين بالأدوار الدفاعية. من وجهة نظري كولر نجح في تحقيق ما أراده من المباراة، لكن هناك من يقول أنه بالغ في الدفاع وكان من الممكن أن يدفع بمهاجم إضافي، كما تأخر في إشراك أشرف بن شرقي، ولكن كولر كان يهدف إلى الحفاظ على النتيجة في جنوب أفريقيا ثم اللعب بطريقة هجومية في مباراة العودة بالقاهرة وسط جماهيره. كولر لعب بتكتيك مميز جدا وأعجبني اللاعبين الذين نفذوا التعليمات بشكل أكثر من ممتاز. وائل الأباني نجم الزمالك السابق: مباراة الأهلي أمام سان داونز دائما تكون صعبة رغم تراجع مستوى الفريق الجنوب أفريقي. الأهلي قدم مباراة تكتيكية رائعة أمام سان داونز، ولكن مباراة الفريق في الإياب ستكون صعبة للغاية على الفريق المصري لأنه مطالب بالهجوم وترك المساحات في الخلف. سان داونز فشل في فك طلاسم دفاعات الأهلي لذلك لجأ للتسديد، وهذا ما أثر على شكل الفريق هجوميا بشكل كبير، وهذه أول مرة أرى الأهلي ملتزم تكتيكيا طوال 90 دقيقة بهذا الشكل، ويحسب للاعبين والجهاز الفني ما حدث. لكن كنت أتمنى مشاركة بن شرقي وحسين الشحات من البداية، لكن يبدو أن كولر لم يطمع في الفوز.